صباح الخير يا رب. عالم الثلاثاء. والآن سوف نستكمل حديثنا مع الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية ومدرب تغذية صحية، عن العادات الغذائية الخاطئة والتي بدأنا الحديث معه عنها في الحلقة الماضية. دكتور كريم صباح الخير. صباح الخير. نعود مرة أخرى إلى أهم هذه العادات الخاطئة. حضرتك ذكرت على سبيل المثال في الحلقة الماضية إن هو الأكل في وقت متأخر بالليل، لأن نسبة الحرق بتكون قليلة جدا في هذا الوقت، وأهمية وجبة الإفطار أيضا. ده أكيد، وهنحب نكمل النهاردة برضو في بعض العادات الخاطئة اللي بنعملها في حياتنا كل يوم واللي بتأثر على أكلنا وعلى صحتنا بشكل سلبي. من اهم العادات دي ان كتير مننا بيتناول وجبه واحده بس في اليوم، وما بياكلش اي حاجه طول اليوم، وبيجي في اخر اليوم ياكل وجبه واحده بس. دي منها جزء ان اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، الاكل المتاخر، وفي نفس الوقت ان عدم الاكل طول فتره النهار او طول اليوم ده بيأثر على الجسم بشكل سلبي وبيدخله في حاله دفاعيه، بيخليه يخزن كل الاكل اللي بيدخله او معظم السعرات الحراريه اللي بياكلها. بيقلل الحرق يا دكتور؟ بيقلل الحرق جدا طبعا، وبيزود نسبة السمنة وبيزود هرمونات الاسترس. تاني عادة خاطئة مهمة جدا برضو بيعتمد عليها الاعتماد بشكل مبالغ فيه على الكافيين. مادة الكافيين اللي موجودة في القهوة والشاي والمنبهات بشكل عام ومشروبات الطاقة. الكافيين هو مادة مفيدة، بتدي الجسم بعض الطاقة وبتنبه الجسم، لكن الاعتماد عليها بشكل اساسي كمصدر الطاقه هو حاجه خطأ جدا. اولا لان دي مش طاقه حقيقيه، احنا كده بنضغط على الجسم يفرز هرمونات وان هو يفضل متنبه بشكل حتى لو هو ما عندوش الطاقه دي، فده بيأثر بالسلب عليه. تاني حاجه ان بعد فتره او مع الاستخدام بيحصل اعتماد على الكافيين، فبتلاقي بعض الناس ما بتعرفش تصحى من النوم غير لما تشرب كوبايه القهوه، ومع الاستخدام المطول برضو بيبدأ يحصل حاجة اسمها كافين توليرانس، وهي الحالة اللي بيحصل فيها ان الجسم اتعود خلاص على كمية الكافيين اللي بتدخله، فما بقتش تأثر معاه وبيحتاج كميات أعلى. نحب نقول برضو ان آخر وقت نشرب فيه قهوة أو شاي أو الكافيين بشكل عام اللي هو صحيا حوالي الساعة 3 الظهر. ليه؟ لأن الكافيين بيقعد في السيستم بتاعنا أو بيقعد في جسمنا حوالي من 8 ل 9 ساعات، فبالتالي لو احنا هننام على الساعه 11 او 12 فحابين نحب ان احنا ما يكونش في جسمنا كافيين عشان خاطر نعرف ننام نوم يكون عميق، نوم يكون مفيد لينا، نصحى بعديه فايقين ونستفيد منه. طبعا يا دكتور، ربما يعتبر البعض يعني هذا التوقيت مبكرا جدا، يعني الساعه 3 الظهر، يعني يمتنع عن شرب القهوه والشاي بقى والاشياء المحببه لدى كثير من الناس كما تعلم. يعني ما رايك؟ انا فاهم طبعا ومتفاهم جدا ان ناس كتير حتى بتشرب الشاي قبل ما تنام، بتشرب القهوه قبل ما تنام. لكن ده بيجي بعد فتره طويله جدا من التعود، وزي ما قلنا حصل كافيين توليرانس، ان خلاص الجسم يعني بقى متعود على كميه الكافيين دي ومش بتاثر معاه. لكن علميا الكافيين بيقعد في الجسم حوالي 8 او 9 ساعات، ولو بطلناه بالتدريج او بدانا نقدم معاه، يعني مثلا بنشرب اخر كوبايه لينا الساعه 10، لو قدمناها للساعه 9 بعد كده للساعه 7 هنحس بفرق كبير جدا في نومنا هيكون مرتاح اكتر، وهنحس فعلا ان احنا قايمين فايقين. في بعض كتير من الناس تيجي تنام تصحى تقول لك انا نايمه كتير بس مش حاسه ان انا خالص. نعم. بشكل كبير جدا ممكن يكون بسبب ان الكافيين لسه في جسمها، فالجسم متنبه حتى وهو نايم فمش قادر يستفيد من النوم بشكل كامل. ولكن هل هذا يختلف بالنسبه لمن يمارسون اعمالهم بالليل؟ طبعا هي بتعتمد على دورة النوم بشكل عام، مواعيد النوم بتكون امتى، لكن احنا بنحسب 8 ساعات من اخر كوب بنشربه، ده بيكون الجسم لسه ما تخلصش من الكافيين اللي فيه. تمام. طبعا الاعمال المتاخره بينام متاخر، وطبعا افضل سيناريو بيحصل ان احنا بننام بدري ونصحى بدري. لكن طبعا انا عارف ان في بعض الناس بيكون اعمالهم متاخره فبالتالي بيضطروا ان هم يسهروا، ودي حاجه عاديه، بس بنراعي ان احنا ما نزودش كميه الكافيين عشان نعرف ننام بالليل. هي دي الفكره مش اكتر. طيب دكتور كريم، يعني هل هناك من مشروبات بديله تعطي طاقه او يعني مقاربه للطاقه اللي بيعطيها الكافيين؟
في حاجات بتدي طاقه فعلا وبنعتمد عليها زي الجينسينج والجينكو بيلوبا. والجينسينج بالذات او اعشاب الجينسينج هي بتتباع على هيئه باكت تتشرب زي الشاي، او ممكن تتحط كباودر مع الاكل مثلا، او تاكل مع الزبادي بالليل. الجينسينج من الاعشاب القويه جدا، حتى بيسموه ادابتوجين. يعني ايه ادابتوجين؟ ان هو بيتكيف مع الحاله اللي الجسم محتاجها. لو الجسم محتاج طاقه ومحتاج ان هو يتنبه، هياخد الطاقه دي. في الاوقات اللي الجسم فيها محتاج ان هو يسترخي، الجينسينج برضه بيساعد على الاسترخاء في الوقت اللي الجسم محتاج فيه ان هو يسترخي او ان هو يستريح يعني. فمن الاعشاب المهمه جدا. ثاني حاجه، الطاقه الاساسيه بتيجي من الاكل، مش بتيجي من الكافيين. كل الحاجات دي منبهات. الاعتماد على الاكل الصحي. الفواكه زي الموز من اهم الحاجات اللي بتدي الجسم طاقه. يعني على سبيل المثال، ودي هنقولها في النقطه الجايه، في العاده الخاطئه الجايه، ان كثير من الناس بتعتمد على السكريات كمصدر للطاقه، وده حاجه خطا جدا. والسكريات العاليه، اسف برضه في التعبير، زي الشوكولاتات وزي البسكويت، الحاجات اللي فيها مضاف اليها سكر بكميات كبيره جدا. يجي مثلا حد في الشغل يحس ان هو يفطر مثلا بسكوت مع شاي، يجي في نص اليوم لنفسه ايه ده، لا انا محتاج شويه سكر مع القهوه عشان خاطر افوق، فياخد مثلا قطعه شوكولاته او حاجه فيها سكر عالي عشان خاطر محتاج افوق، محتاج اركز، محتاج ان المخ محتاج سكر. هي الفكره مش كده. كميه السكريات اللي بتكون في المنتجات دي، سواء البسكوتات او الشوكولاتات او الحلويات بشكل عام، بتكون عاليه جدا، بترفع سكر الدم مره واحده. بيحصل رياكشن من الجسم اللي بيفرز هرمون الانسولين بكميات كبيره جدا، فبيحصل بعد كده بعد نص ساعه لساعه حاله من اسمها الهايبوجلايكيميا او انخفاض في نسبه السكر. فبنلاقي ان احنا بعدها، بعد ما اكل الشوكولاته بفتره، لو في ده اللي بيحصل مع الناس في الشغل، بيفطر الصبح مثلا مع بسكوت او حاجه فيها سكر عالي، وبيجي في نص اليوم نفسه الطاقه بتاعته وقعت. ايه اللي حصل؟ السكر اللي في جسمه كله راح بسبب ان كميه السكر العاليه دي حفزت الجسم ان هو يفرز كميه عاليه من هرمون الانسولين، اللي هي سببت انخفاض شديد في السكر، فيبدا ان هو التعب، الارهاق، عايز ياكل حاجه مسكره، حاسس ان انا هفتان. كل دي حاجات بنسمعها من حد بيعتمد كتير على السكر، ويجي بعد كده ياكل سكر تاني ويفضل ماشي في الدايره دي طول اليوم، طالع نازل. فطبعا حاجه مرهقه جدا بالنسبه للجسم، وبترهق البنكرياس اللي بيفرز هرمون الانسولين. ولا قدر الله بعد فتره من الوقت بيبدا يدخل بقى في البنكرياس ارهق، ويبدا يدخل في حاله مرض السكر والعياذ بالله. طيب دكتور كريم، يعني بعض الناس يعتقد أن الإكثار من شرب المياه أثناء تناول الوجبات يعني من العادات الغذائية الخاطئة، هل هذا صحيح أو مدى صحة هذه المعلومة يعني؟ تناول الماء بشكل عام من الحاجات المهمة جدا والضرورية للجسم. يعني كان في اعتقاد ان شرب الماء اثناء الطعام ده بيعمل كرش، او يعني حتى بيعمل عسر هضم، او بيضر بشكل او باخر. لكن كل الحاجات دي اثبتت ان هي مش صحيحه، الا في بعض الحالات الخاصه. شرب الماء مهم جدا، واثناء الطعام بيساعد على يعني هضم الطعام، ويساعد على تفكيك الطعام في المعده. لكن في بعض الحالات لو الانسان يعني بيشرب ميه كتير جدا 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 جدا، ده ممكن فعلا يعمل عسر هضم. وما اعتقدش ان حد بيوصل انه بيشرب الكميه الكبيره دي من الميه. لكن اي حاجه بتزيد عن حدها بتنقلب الى ضدها يعني. شرب الماء مفيد ومهم، لكن الاكثار منه برضه بيضر. نشكر الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية ومدرب التغذية الصحية. شكرا لحضرتك يا دكتور، وصباح الخير دائما معنا على موجة الصوت العربي. شكرا جزيلا، ويومكم سعيد جدا وعلى كل المستمعين ان شاء الله. كل الشكر لك، شكرا.